ازيكم؟ طبعا كده انتوا اكيد عرفتوا احنا هنعمل ايه النهارده. ايوه، كوكيز العبد. هنعمل النهارده كوكيز العبد بطريقه سهله جدا. وطبعا انتوا عارفين كوكيز العبد ده كل بيحبه، كل بيحب يشتريه. فطبعا انا لما شفته ولقيت اسعاره عليت قوي كده قلت بقى لازم نعمله في البيت. واحنا هنعمله النهارده بمقادير مظبوطه جدا جدا، وهنقول كمان نصايح في الفيديو تخليكي ازاي تطلعيه مظبوط زي كوكيز العبد، لا احسن كمان من كوكيز العبد. بس شوفي معايا الفيديو الاخر عشان تشوفي النصايح كلها وتشوفي الطريقه. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي سكر ودقيق، ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا المقادير بتاعتنا عبارة عن شوكولاتة خام، شوكولاتة سما. انا جايبة شوكولاتة سما، دي شوكولاتة مطبخ عادية جدا. ومعانا بيكنج باودر وفانيليا، هناخد معلقة واحدة بس بيكنج باودر، وكمان سكر بودرة، ومعانا زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وحوالي 300 جرام دقيق، وكمان بضاية وزيت، ومعانا هنا كاكاو خام، ومعلقة حليب بودر. تمام، انا هكتب لكم، هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. احنا بنجيب الشوكولاتايه طبعا في الاول بنقطعها قطع زي ما انتم شايفينها كده. انا بجيب شوكولاته مطبخ، عايزه تجيبيها دارك هاتيها، عايزه تجيبيها بالحليب هاتيها، زي ما انت عايزه تجيبيها. انا جايباها سما زي ما انتم شفتوا، وبنقطعها بالشكل اللي انتم شفتوه ده. بعد كده بقى بنجيب البوله بتاعتنا ونجيب السكر البودره. انا مش بشتريه بودره، انا بطحنه عندي في المطحنه في البيت عادي. هو حوالي 150 جرام سكر بودرة. تمام كده. وهنجيب بقى الزبده بتاعتنا حوالي برضو 175 جرام زبده. وزي ما قلت لكم لازم تبقى بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تبقاش متجمده، ما نطلعش من التلاجة نعملها، لان لما بتبقى بدرجه حراره الغرفه ده بيساعد ان المخبوز بتاعنا بيبقى هايش كده. احنا اي حاجات نعملها زي اي بسكوتات لازم تبقى بدرجه حراره الغرفه. بعد ما بنقلبها ويبقى الشكل قدامكم كده زي العجينه كده، بنحط بقى الايه مقدار الزيت بتاعنا حوالي برضو 70 جرام، يعني يعني معلقتين كبار كده. وبرضو بنحط البضايه بدرجه حراره الغرفه. كل ده واحنا مستمرين في التقليب. اما بقى بنحط البضايه، بنجيب الفانيليا ونحطها طبعا عشان ريحه البيض. كل ده واحنا بنقلب بالمضرب بتاعنا دوت، بيبقى المنظر زي ما انتم شايفينه كده. هنجيب بقى الكاكاو. انا جايبه كاكاو خام اسباني، بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار، بيبقى موجود في اي مكان. طبعا لازم ننخله لان زي ما انتم شايفين كده يبقى فيه تكتلات. وهنجيب الدقيق بتاعنا 300 جرام. طبعا 300 جرام دول اقل من نص كيلو. بنحطه مش على مره واحده، بنحطه على مرتين. وبرده لازم ننخله زي ما انا قايله لكم قبل كده، ان لازم بتدخلي العجين في اي معجنات عشان برده بيساعد على هشاشه العجين بتاعنا. وبنحط بيكنج باودر نص معلقه، نص معلقه، اوعي تزودي، اوعي تحطي الكيس كله، بتحطي نص معلقه بس. وطبعا انا بحب احط حليب بودر في اي معجنات، بيدي طعم كده وبيعزز الطعم. ونبدا بقى نقلب الخليط كله عندنا. هنقلبه لحد ما يوصل، شايفين شكله عامل ازاي اهو، بيوصل بالشكل ده قدامنا، ما بيلزقش. شايفين بيلمع وجميل ازاي. طبعا شويه الزيت مع الزبده دول بيدوا كده قرمشه جميله في البسكوت، بحيث ان هو ما يبقاش طري ولا معجن. وهنبدا بقى نكوره ونبططه بسيط جدا. هو ما بيفرش، يعني هي البسكوتيه ما بتفرش قوي، لكن بتريح مننا. وطبعا لما نيجي نحط عليها الشوكولاته اللي احنا مكسرينها هتريح برضو معانا شويه. بنجيب بقى الصاج بتاعنا وندهنه زيت بسيط جدا جدا، ونحطه عندنا كده. ايوه. ونبدا بقى طبعا انت لو عندك ميزان وعايزه توزنيها يعني الواحده بتعمل حوالي من 15 ل 16 جرام. ممكن بقى تاخديها بايدك كده بالويم زي ما انا عملت، مش لازم بالميزان. تمام كده. هنبدا بقى نعمله كله زي ما قلت لكم. هنسيب مسافات، مش مسافات كبيره، بس لازم هنسيب مسافات جنبه عشان برضه هو بيريح، مش بيفرش جامد بس بيريح. وانتوا هتشوفوا دلوقتي هو خارج من الفرن. هنحطه بقى في فرن درجه حرارته ما تقلش عن 180 درجه. انا ما بقتش الشوايه، بسيبه كده من غير الشوايه يطلع شكله كده. هتسيبيه في الفرن حوالي تلت ساعه. وطبعا تبصي عليه اهو طالع بالشكل الجميل الفظيع ده. زي ما انا قلت لكم ما فرش قوي، ما كبرش، كانك بالظبط جايباه من عند العبد. لا والله انا لما الولاد دقوه قالوا لي لا يا ماما ده احسن كمان من اللي احنا بنشتريه. بجد جميل جدا ومظبوط. ولو مشيتي على المقادير كلها اللي انا قلت لك عليها والنصايح اللي انا قلت لك عليها في الفيديو، هيطلع هتعملي حاجه ممتازه بجد والله.
وطبعا ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم، لو اول مره تشوفي القناه دي، قناه سكر ودي دي قناتي، ما تنسيش بقى تشتركي في القناه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عملنا كوكيز العبد باسهل طريقه بدون اي افتكاسات، وطبعا احسن من بتاع المحلات. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده.